قبل ما نبدا يعني عشان ما تحسوش اللي هو دي منتجات اللي انا بجيبها عشان اكون سستينبل، لا. ومن العلم ما صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لو اول مره تشوفوني، انا نوران وبعمل كونتنت عن الوكاله واللبس المستعمل والاستدامه، الفن والرسم على الهدوم وحاجات مختلفه. لو انتوا انترستد ممكن تعملوا سبسكرايب، ممكن تعملوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي انا بعملها، ممكن تعملوا لايك وشير للفيديو ده لو عجبكم، كومنت طبعا لان ده بيفرق معايا كصناعه محتوى. بس كده يلا نبدا الفيديو. انا عارفه ان اللايف ستايل عامه بتاعي بحاول ابقى مستدامه على قد ما اقدر، فقررت اعمل فيديو بيتكلم عن المنتجات اللي ساعدتني اكون اكتر استدامه في حياتي. قبل ما ابدا الفيديو ده عايزه برضو احط ديسكليمر او اقول لكم ان اللايف ستايل المستدام وتصديره لينا من الماركات موضوع في ذات نفسه استهلاكي، يعني مفيش منتج هجيبه هيخليني مستدام او هيخليني اعيش اللايف ستايل بتاعي بشكل كذا. صحيح المنتجات اللي انا هوريها لكم دي كلها بتساعد، بس في نفس الوقت ما تحطوش على نفسكم ضغط ان انتوا لو عايزين تغيروا من اللايف ستايل بتاعكم او واحده واحده حطوا منتجات بديله غير مضره للبيئه. ما تحطوش على نفسكم ضغط ان انتوا انا هشتري كل ده عشان ابقى كده، لا. انا الحاجات دي كلها من 8 ل 10 سنين في حياتي بدات ادخلها واحده واحده في العادات اليوميه بتاعتي، ودي اكتر طريقه صحيه لان انا اكمل في حاجه زي كده، لان العادات مش بتتكون في يوم وليله. فده الديسكليمر ان انا اقول لكم استخدموا اللي عندكم، مش لازم تصرفوا فلوس كتيره على كل الحاجات دي، واحده واحده اللي يعجبكم وحاسين ان هو فعلا لايق على اللايف ستايل بتاعكم وهينفع وهيكمل معاكم اعملوه. ما تحسوش اللي هو دي منتجات اللي انا بجيبها عشان اكون سستينبل، لا. ممكن ما يكونش عندكم كل الحاجات دي، ممكن تاخدوا منها بس الحاجات اللي حاسينها مفيده بالنسبه لكم. انا قسمت المنتجات دي لحاجتين، حاجات هايجين ونظافه شخصيه وحمام وكده، وحاجات اللي هو اون ذا جو، قهوه واكياس وشاليمو وحاجات كده. فتعالوا نبدا بالنظافه الشخصيه. خلونا نبدا مثلا بالشاور. قعدت كذا سنه عقبال ما عرفت ان انا استحمى او اشاور يعني بمنتجات مستدامه ويبقى دي العادات بتاعتي. اول حاجه جربتها هي شامبو تغليف مستدام ممكن يتحلل، وشامبو بار. شامبو بار دي شبه الصابونه وبترغوها كده على شعركم وبترغي وبتنضف. ففي ماركه بحبها قوي برشحها ليكم اسمها نورشك، هي ماركه مصريه. الشامبو والكونديشنر بار بتاعهم حلو جدا، لان انا جربت كذا منتج وما عجبنيش خالص، لان الشامبوات الطبيعيه ممكن ما تشتغلش مع شعركم، خصوصا طبعا شعرنا كله متعود على شامبوات فيها سلفيت ومش طبيعيه طول حياتنا. غلافه سيمبل قوي ومستدام، ورق وملفوف، واللي هو شامبو بار كده ممكن احطه في علبه بلاستيك عشان ما يسحش في الشاور. تاني حاجه بدل الشاور جل بستخدم صابون طبيعي. الصابون ده انا جبته من تركيا، هو صابون طبيعي بس ممكن تجيبوه من اي حته، ممكن النابلسي شاهين كنت بستخدمه قبلها. انا جبت صابون من سيوه كده لما سافرت من زمان، كان احلى صابون جربته في حياتي، صابون زيت زيتون، صابون سيمبل يعني. بقى هنيجي للليفه. انا بجيب الليفه الطبيعيه من العربيه اللي هي اي عربيه في الشارع بتبيع ليف، بيبقى الناس بايعين يعني بيبيعوه في الشارع. بجيب ليفه الكبيره دي وبقصقصها. ولو ان بقى هقول لكم حاجه عن الليفه، مؤخرا في بيوتي بلوجر قالت ان الليفه بتجيب حبوب في الجسم ومش مهمه اصلا، كفايه المنظف او الشاور جل او الصابون اللي انتوا هتستخدموه على جسمكم، وده كفيل ان انتوا يعني مش محتاجه ان انتوا تدعكوا جسمكم بالليفه. فانا بقالي كذا شاور كده بسمع كلامها وبدعك بس جسمي بايدي وبالصابونه، بشوف يعني اذا كان ده هيقلل الحبوب ولا لا، لان انا عندي حبوب في ظهري. نيجي بقى على فرش السنان. انا بقالي تقريبا دلوقتي 2 أو 3 بستخدم فرش سنان خشب، ممكن تجيبوهم من كذا مكان في مصر. اربن ايرثلينكس، هكتب لكم كل الاماكن دي هنا وفي الديسكربشن بوكس، او اخضر كوميونتي، او التالت ده التالت منين يا ربي، اكتبها لكم هنا لو افتكرتها وانا بأدت يعني. بس فرش سنان خشب بتتحلل، بما انه حاجه احنا بنغيرها كل 4-5 شهور، فمش حلو ان احنا على مدار حياتنا نبقى بنستخدم فرش سنان بلاستيك ما بتتحللش، بتترمي وبتتراكم في الارض وبتعمل لنا مشاكل. سهل قوي ان احنا نجيب فرش سنان خشب بدل بلاستيك. بعد الشاور بستخدم زيت جوز هند كمرطب، بس قبله كنت بستخدم بادي لوشن عادي من برضو نفس الماركه اللي هي نورشك. نورشك عامه عندهم حاجات كتير قوي، تغليف صديق للبيئه، منتجات يعني للشعر ومنتجات للجسم وكده. يجي على الديودرن، في ماركه اسمها بلاك لوتس، ماركه مصريه، كنت بجيب منهم ديودرن طبيعي وكانوا بيعملوه في برطمان ازاز.
للاسف مؤخرا بقوا يعملوه في برطمان بلاستيك. هو انا عارفه ان ده عملي اكتر، بس في حاجه حلوه بقى في الماركه دي، ان انا مره بعت لهم قلت لهم هل انتوا ينفع نديكوا الباكجينج بتاعكم لما يخلص وانتوا تعملوا له اعاده تدوير؟ قالوا لي مفيش مشكله، وقالوا لي ايه اقرب مكان ممكن اودي فيه الباكجينج بتاعهم، لان انا بشتري من عندهم زيوت وشامبوهات وحاجات كده مختلفه، فدايما بيبقى عندي باكجينج كتير قوي من عندهم ازاز وبلاستيك وكده. الديودرنت ده مش لكل الناس، مش برشحه لكل الناس، انا بقالي سنين بستعمله وبحبه، بس هو مثلا ممكن يعمل حساسيه. عايزين تجربوه اعملوا باتش تيست الاول ان هو مش هيعمل لكم حساسيه قبل ما تجربوه. بقالي كده فتره بستخدم الناتشرال سان سكرين بتاعهم بتاع الوش والجسم. انا كنت بستخدم قبلها بتاع لاروش بوزي، هو تحفه جدا جدا. طبعا الباكجينج بتاعه بلاستيك وهو اصلا فيه كيميكالز وكده. انا مش بفهم بصراحه في المنتجات البشره والجلد وكده والكيميكالز وتستخدموا ايه وما تستخدموش ايه، بستخدم اللي بيريحني واللي بينفع مع جسمي، بس في نفس الوقت انصحكم برضو تعملوا سيرش على طول لحد ما الدولار غلي، بس مش الغلو بتاع الايام دي، الغلو القديم. كنت بجيبه اصلا ب 300 وحاجه، لروش بوزي بقى ب 500 وحاجه، فبطلت اجيبه، وكمان ان هو باكجينج بلاستيك يعني، وبقيت بجيب ده، وكان باكجينج ازاز قبل ما يكون بلاستيك. هو بس ريحته قويه شويه لو انتوا بتحبوش الروائح الزيوت العطريه. هو بلاك لوتس عامه ماركه ظريفه. اوكي، اخر حاجه بقى وهي لايف تشينجينج بيريد اندروير. خليني بقى ايه نقعد كده ايه نحكي عن البيريد اندروير ومشاكله والحاجات الكويسه اللي فيه. على شهر 3 الجاي هبقى بقالي سنه بستخدم بيريد اندروير، مش بستخدم اي بادز للدوره الشهريه اللي هي بلاستيك دي. يا جماعه تحفه تحفه والله العظيم، بجد تحفه. حد بعد الفيديو ده جابه مرتاحش فيه يرجع ويقول لي، عشان هو مستحيل ما يرتاحش فيه بجد. برشحه 200,000%. من ساعه لما بدات زي ما بقول لكم من سنين احاول ابدل المنتجات اللي انا بستخدمها لمنتجات مستدامه، كنت بحاول ادور على بديل للبادز، عشان البادز يا جماعه بجد كارثه، لان احنا كل شهر بنستخدم شوفوا كام باد بلاستيك، والبادز دي مش بتتحلل الا بعد الاف السنين. يعني شوفوا احنا بنتسبب في كارثه بيئيه بكل المقاييس. انا كان نفسي ابدلها، بس كان البديل هو الريوزبل بادز، وكانت بتتباع بره ومش بلاقيها في مصر، او اللي هي منسترال كابس اللي هي الكوبايات دي. فكره ان انا استخدم منسترال كاب دي مخيفه بالنسبه لي، رغم ان اللي استخدموها بيرتاحوا عليها، بس انا الصراحه كنت حاسه لا، مش حاسه ان انا جاهزه نفسيا لحاجه زي المنسترال كابس. في ماركه اسمها شيمسي بداوا يبيعوا في مصر وبقى عندهم ويب سايت وكده في مصر. قررت ان انا اجرب بيريد اندروير منهم. عايزه اقول لكم ان انا اول مره جربتهم كنت في فرح رقص وبهدله ومش عارف ايه، وما حصلش اي تسريب خالص، وكان اول فلو بالنسبه لي اللي هي فلو جامده يعني. وطبعا خدت معايا بادز عاديه في الشنطه عشان لا قدر الله لو حصل اي حاجه تسعفني. ما احتجتش استخدم البادز خالص، عشان هم بصراحه مش رخاص، بس يستاهلوا كل قرش هيدفع فيهم، لان هم بيعيشوا ممكن يعيشوا لحد 5 سنين معاكي. فقررت اجيب في الاول 3. بعد لما ارتحت عليهم وجربتهم كذا شهر رحت جايبه 2 كمان، عندي 5 وبيكفوني جدا 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 في البيريد بتاعي اللي هو 4 ايام. اول يومين بيبقى الفلو جامده شويه، تاني يومين بيبقى الفلو هاديه خالص. اقول لكم كده ليه؟ عشان انا جبت نوع اسمه ايبانيما واسمه ابزوربشن سترونج بلس اللي هو امتصاص قوي. في نوع اقوى منه كمان، بس انا بالنسبه لي النوع ده كان هايل جدا بالنسبه لاول يومين الفلو جامده فيه. وعلى فكره في انواع شكلها كيوت وبدانتيل وحاجات، وفي انواع اللي هو شكلها بيزك زي دول مثلا، وفي انواع كمان شورت لو انتوا بترتاحوا اكتر في حاجه فيها كفرج او تغطيه اكتر. النوع ده اسمه بهيه وامتصاص قوي. ده امتصاص قوي، والتاني امتصاص قوي بلس. امتصاص قوي ده بيبقى في الايام اللي هي العاديه اللي هي تاني يومين زي ما انا قلت لكم. الامتصاص قوي سترونج بلس بيبقى في اول يومين زي ما انا قلت لكم. وفي سترونج بلس لو انتوا بقى الفلو بتاعكم بتبقى يعني رهيبه. الخامه بتاعته 95% قطن و5% إلاستين، مريحه جدا جدا، مش بتعمل ريحه خالص. وفي ناس كتير قوي بتبقى قلقانه اللي هو طب هو بيقعد كام ساعه؟ هو بيقعد مثلا معايا يعني ممكن اول يوم اغير مثلا مرتين، وتاني يوم ممكن اغير برضو مرتين، وتالت يوم بغير مره واحده، ورابع يوم مره واحده برضو. يقعد لحد مثلا 9 ساعات او ممكن اكتر كمان. بس لو انتي مش بتحبي تقعدي كتير قوي كده ممكن تغيريه براحتك. بس هو فكرته ان هو عشان بادد او اسمه ايه متبطن جامد، فهو بينشف بصعوبه شويه خصوصا في الشتاء. حسب انت جايبه كام واحد يعني. اشرح لكم جدا تجربوه، ولو في الاول خايفين ممكن تجربوه في البيت. انا مبسوطه جدا ان انا اخيرا مش بساهم في النفايات اللي من البادز بتاعه الدوره الشهريه.
معلش في صوت ميه عشان بينسي الجنينه. تعالوا بقى نروح ناحيه المنتجات بتاعت اون ذا جو اللي هي القهوه والحاجات دي. اول حاجه مهم قوي البتاعه بتاعت الشاي دي، مش فاكره اسمها، مصفاه للشاي كده. مهم قوي لو انتوا بتحبوا تشربوا شاي كتير ان انتوا تجيبوا شاي سايب، ما تجيبوش شاي في باكيتس، عشان برضو الباكيتس معموله من حاجات بلاستيك، يعني حتى القماشه بتاعتها دي مش قماش قطن، ده بلاستيك، فبتتحلل في كتير قوي، مش احسن حاجه في الدنيا يعني. فحلو ان انتوا تجيبوا شاي سايب وتحطوه في البتاعه اللي هي البتاعه دي وتصفوه يعني، وتشربوا شاي براحتكم. فدي حاجه هايله. تاني حاجه لو انتوا خصوصا في الصيف بتشربوا مشروبات ساقعه كتير وبتحبوا تستخدموا الشاليمو، يعني في الصيف لما بخرج بشرب كتير قوي قهوه فرابيه ساقعه وبتحتاج شاليمو، لان هي بتبقى، حاولت اجربها من غير شاليمو بس هي بتحتاج شاليمو عشان هي بتبقى زي تلج كده مجروش او حاجه. المهم بقيت متعوده ان انا لما اخرج اخد معايا الشاليمو ده في شنطتي. هو مش بامبو او خشب، هو حاجه ثالثه بس هو شبه الخشب، وهو من ماركه مصريه اسمها ايرثلي. الشاليموات دي جات لي هديه، صاحبتي جابت باك كده كبيره فيها كتير وادتني مثلا كتير منهم 12 مثلا ولا حاجه، وبستخدمهم واستخدمتهم طول الصيف اللي فات وما خلصوش. وعامه هم مش بيترموا، يعني ممكن تستخدموهم مره وبعدين تغسلوهم كذا مره وتستخدموهم تاني. حاجه سنجل يوز ايتم، يعني حاجه احاديه الاستخدام بتستخدم مره واحده بس. ان احنا نحاول على قد ما نقدر نعمل اللي هو ايه، حاجه زي دي سهله نحطها في شنطتنا نستخدمها كده يعني. بحب جدا لما اصحى من النوم اشرب قهوه، فبجيب قهوه مطحونه، ما بجيبش كبسولات. عندي مكنه قهوه صغيره وممكن استخدم فيها عادي القهوه المطحونه. فبنصح برضو ان انتوا تعملوا كده لو انتوا بتحبوا القهوه، ان انتوا ما تستخدموش قهوه في كبسولات، لان الكبسولات برضو بتتحلل في كتير قوي، مش كويسه للبيئه. وتخيلوا لو انتوا تشربوا مثلا يعني كبسولتين 3 في اليوم، يعني كام في الشهر، يعني كام في حياتكم، وبني ادم واحد كام بني ادم، فموضوع صعب يعني. تاني حاجه ان انتوا تفتكروا برضو ان انتوا تاخدوا معاكم كوبايه. انا الحقيقه جلتي ان انا بنسى كتير قوي قوي في الموضوع ده، بس حلو ان انتوا برضو لو بتخرجوا كتير تحطوا مثلا الكوبايه دي عند باب الشقه، وتحطوا كذا حاجه ممكن تاخدوهم معاكم، ان لو اي كافيه او مطعم بيقدم قهوته او مشروباته او كده في حاجات بلاستيك، ان انتوا تطلبوا منهم بدلها تحطوها في الكوبايه دي، فاحسن بكتير يعني. الازايز المعدن دي هايله، بتحتفظ بالحراره، بحط فيها ميه ساقعه بجد بتفضل ساقعه. انا دي كنت جايباها من السعوديه من كذا سنه، بس ممكن تجيبوا سيستما، اعتقد النوع ده كويس، ممكن تلاقوه في سعودي، ممكن تلاقيه في السوبر ماركتس الكبيره كارفور، الحاجات دي ممكن تطلبوه اونلاين من جوميا ونون والحاجات دي. فالازازه المعدن منتشره في كل حته، بس هي حلوه قوي ان انتوا تحطوا ميتكم قبل ما تنزلوا عشان ما تشتروش يعني بلاستيك. وبعدين اخر حاجه بقى ممكن تعملوها هي ان انتوا تخلوا معاكم شنط قماش تستخدموها معاكم في السوبر ماركت، او لو رايحين مثلا في الوكاله زي حالاتي دايما باخد معايا الشنط دي. انا بطلت اخد اكياس بلاستيك خالص من اي سوبر ماركت ولا اي مكان خالص، حتى لو لبس عامه، حتى لو رحت اشتري هدوم ما باخدش اكياس بلاستيك، بخليهم يحطوا لي في الشنط بتاعتي دي. انا مش شرط طبعا الماركه، وممكن تاخدوا شنط من عندكم، او ممكن تاخدوا الشنط اللي هي بتاعت كارفور اللي هي بتبقى بلاستيك بس بتستخدموها كتير عادي يعني. استخدموا اللي عندكم، مش لازم زي ما بقول لكم الماركات دي كلها. الشنط دي من ماركه اسمها زيرو ويست ايجيبت، بتتباع في محل في المعادي اسمه ذا سبيس، او ممكن تطلبوها اعتقد من الزيرو ويست ايجيبت نفسهم. انا هحط الاكونت بتاعهم هنا. هي بتسترتش لما بتحطوا فيها حاجه بتتمدد وبتبقى كبيره جدا. وبصوا ده المقاس الاكبر، وكمان ده اخر شنطه هم بعتوها لي هديه، بس دول انا شاريهم يعني بفلوسي. المهم الشنط دي بجد اكثر من رائعه، بقالي سنين بشتريها. في شنطه منهم قبل كده وقع عليها ميه نار وبجد ما حصلهاش اي حاجه، اصفرت بس ما اتاثرتش ولا دابت ولا اي حاجه. لو ما عندكوش ولو تفكروا تشتروا حاجه تساعدكم في حاجه زي كده. بس يا رب يكون الفيديو ده عجبكم وفاتكم، وقولوا لي تحت في الكومنتس طبعا عايزين تشوفوا ايه قدام. وبس كده، اشوفكم في يوم تاني، وباي باي.